كلنا اتربينا على أسطورة النداهة، الست الجميلة اللي بتظهر بالليل جنب الترع في قرى مصر وتنده على الراجل باسمه فيمشي وراها وهو مسلوب الإرادة، وتاني يوم يلاقوا جثته عايمة على وش الترعة. كل الناس فاكرة إنها مجرد خرافة لتخويف الأطفال، لحد سنة 2023 في واحدة من القرى المعزولة شاب قرر يعمل حاجة محدش تجرأ يعملها في تاريخ مصر. قرر ينزل بالليل عند الترعة ومعاه أجهزة تسجيل صوت وهندسة صوتية حديثة علشان يسجل صوت النداهة بنفسه ويفك شفرة الموجات الصوتية اللي بتسحر عقول البشر. لكن الشيء اللي اكتشفه الشاب ده خلى قريته تختفي بالكامل من على الخريطة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجة حابب اعتذر لكم عن شكلي ده، بس ان شاء الله فترة وهتعدي وكل حاجة هترجع طبيعية. يا ريت قبل ما نبدأ القصة تطفي النور من حواليك، وكمان تجهز سماعتك علشان تستمتع اكتر بالقصة، ويفضل انك تبقى لوحدك في الأوضة ده لو قلبك جامد. وتعال نشوف السر اللي اتدفن تحت مية الترعة، ويلا بينا نبدأ الحكاية. حكايتنا بتبتدي مع عمرو اللي عنده 27 سنة، وعمرو بيحكي وبيقول: أنا بشتغل مهندس صوتيات ومترجم إشارات ديجيتال، ومهووس بحاجة اسمها الظاهرة السمعية الخارقة، وما كنتش أبدا بآمن بالخرافات، ودايما بقول إن أي صوت في الدنيا حتى لو كان جن أو شبح هو في النهاية عبارة عن موجات ترددية ممكن يتم حلها وفهمها بالكمبيوتر. لحد اللي حصل معايا من 3 سنين لما قررت أسافر لواحدة من القرى الريفية المعزولة تماما. القرية دي كانت مشهورة بأن معدلات الاختفاء فيها غريبة جدا. كل سنة في موسم حصاد الغلة لازم 3 أو 4 رجالة يختفوا، والناس هناك بتقول كلمة واحدة: النداهة خدتهم. في الفترة دي أنا كنت مأجر أوضة في بيت قديم على أطراف القرية قريبة جدا من الترعة الكبيرة المشهورة عندهم اللي الناس بتخاف تقرب منها بعد المغرب. وجهزت اللابتوب بتاعي ومايكات احترافية بتسجل أحدث الأصوات، وفضلت قاعد ومستني اللحظة المناسبة لحد ما في ليلة من ليالي شهر جهاج الضباب كان مغطي كل الأراضي الزراعية كأنه كفن أبيض، والساعة كانت 1:30 بعد نص الليل. القرية كلها كانت نايمة والهدوء كان مرعب لدرجة إني كنت سامع صوت دقات قلبي والله. وفجأة مؤشرات الصوت على شاشة اللابتوب بدأت تتحرك بعنف، والأجهزة كانت لقطة ذبذبة غريبة جدا، ذبذبة جاية من ناحية الترعة. بسرعة أنا لبست السماعات العازلة للصوت علشان أسمع كويس. في الأول ما كنتش سامع غير صوت تشويش، وبعدين الصوت بدأ يصفى وبدأت أسمع صوت واحدة ست، بس مش أي صوت، صوت ناعم جدا وجميل لدرجة تسحر العقل. صوت فيه بحة غريبة بتجبر اللي يسمعها إنه ينتبه. الصوت كان بيكرر كلمة واحدة ببطء شديد: عمرو تعالى. أنا جسمي بدأ يقشعر وقتها، ده الصوت بينادي باسمي. طب ازاي وانا بقالي يومين بس في القرية ومحدش يعرفني؟ وبصراحة كنت قاعد قلقان وخايف ومش عارف اتصرف، بس بدافع الفضول اللي عندي لقيت نفسي بحط جهاز التسجيل المحمول في جيبي، وخرجت من الأوضة ومشيت في شوارع القرية وفي طريقي للترعة، وده علشان ألقط أي إشارة من أقرب نقطة. وبعد شوية وصلت للترعة اللي كانت ميتها راقدة وسودة وكأنها حبر اسود، والضباب كان كثيف وما كنتش شايف كويس، بس بدأت ألاحظ من الضفة التانية ومن وسط شجر الموز ست كانت واقفة. الست كانت لابسة أبيض وشعرها طويل جدا ونازل لحد رجليها، بس ملامح وشها ما كانتش باينة بسبب الضباب، وفعلا الصوت كان بيطلع منها. بس الغريب إن لما بصيت على جهاز الترددات اللي في إيدي لقيت حاجة مستحيلة. المؤشر كان بيقرأ إن الصوت مش جاي من بره، الصوت كان طالع من جوه عقلي أنا، كأن الموجات الصوتية بتخترق الجمجمة مباشرة ومش محتاجة هوا علشان تتنقل. في اللحظة دي النداهة بدأت تقرب أكتر من ضفة المية، وبدأت تمدلي إيدها وهي بتقول: تعالى يا عمرو، السر هنا تحت المية. أنا بدأت أحس إن رجلي بتتحرك لوحدها خطوة ورا التانية، وكنت بقرب أكتر للترعة. بس في آخر لحظة عملت حاجة ذكية شوية،
طلعت تليفوني وشغلت صوت صفارة انذار عالية جدا، وده خلاني افوق اكتر واسيطر على نفسي من تاني، وجريت بسرعة في وسط القرية ورجعت لأوضتي من تاني، وما كنتش قادر اخد نفسي ومش مصدق اني نجيت منها. وقعدت قدام اللابتوب وكنت خايف، وحطيت ملف الصوت اللي سجلته على برنامج هندسة الصوت، وبدأت أعمل حاجة اسمها عزل الطبقات وفلترة الضوضاء، وفضلت أبطأ سرعة الصوت علشان أشوف الترددات الخفية. ولما بطأت الصوت على نسبة 50 الصوت بدأ يتغير، صوت الست الناعم والجميل اتحول لصوت مرعب، صوت جماعي وكأنه مئات من البشر، رجالة وستات وأطفال بيتكلموا في نفس الوقت بصوت عياط ومخنوق، وكأنهم بيصرخوا من تحت المية. والرسالة الحقيقية اللي كانت متدارية ورا كلمة تعالى ظهرت، والصوت كان بيقول: الحقونا، احنا محبوسين هنا، هي بتاكل أرواحنا، الترعة مش ترعة، الترعة مقبرة. في اللحظة دي أنا قدرت أفهم الصدمة، إن الداهة دي مش كائن واحد، دي عبارة عن كيان قديم أو لعنة عايشة في المية، وبتستخدم أصوات الضحايا القدام علشان تستجلب ضحية جديدة، وكل ما تاكل شخص بينضم ليها. وبقيت قاعد في مكاني خايف ومش عارف أعمل إيه. وقررت تاني يوم الصبح أروح لشيخ غفر القرية، راجل عجوز اسمه الحاج عبد الستار. ولما وصلت عنده وريته اللابتوب وتسجيلات الصوت. عبد الستار أول ما سمع الصوت وشه ابيض ووقع الكوباية من إيده، وبدأ يتكلم وهو مرعوب وقال: يا ابني انت فتحت باب جهنم علينا. الصوت التاني اللي في التسجيل ده صوت أبويا اللي اختفى سنة 1980، والصوت التالت ده صوت أخويا الصغير، وباللي انت عملته ده هتخليها تاخد القرية كلها. وقام سايبني ودخل لبيته، وانا قمت مشيت ومش فاهم حاجة. بس في نفس الليلة بالليل الساعة كانت 12 وفجأة النور قطع على القرية كلها. في الوقت ده أنا كنت قاعد في أوضتي وبدأت أسمع أغرب حاجة ممكن تتخيلها. القرية كلها كانت هادية وساكتة، ومن وسط الهدوء ده بدأت أسمع صوت النداهة. الصوت ما كانش جاي من الترعة بس، ده كان جاي من الشوارع ومن فوق الأسطح ومن ورا الشبابيك. النداهة كانت بتنده على كل راجل باسمه في القرية في نفس الوقت: يا عبد الستار، يا محمد، يا محمود، يا عمرو. في اللحظة دي أنا بدأت أقرب أكتر من الشباك وفتحته، وشفت منظر يشيب الراس. رجالة القرية شباب وعواجيز خارجين من بيوتهم زي الزومبي، عيونهم مفتوحة ومرخية، وماشيين في طابور طويل جدا في اتجاه الترعة. الطابور كان واصل الترعة، وبمجرد ما يقربوا منها كانوا بيرموا نفسهم فيها واحد ورا التاني بابتسامة مرعبة جدا، والمية كانت بتبلعهم وما يطلعوش تاني. بسرعة أنا جريت على اللابتوب بتاعي وبدأت أصنع بنفسي ترددات صوت عكسية علشان أقدر أسيطر على عقولهم من خلاله، لأن دلوقتي هم مسحورين بصوتها، فلازم أنا أوقف ده. وفعلا فضلت قاعد بشتغل بسرعة جنونية، وبعد ما خلصت ربطت اللابتوب بمكبرات صوت كنت جايبها معايا وحطيتهم على الشباك وشغلتهم بأعلى صوت. وفعلا الصوت انطلق في القرية كلها، ومن بعدها رجالة القرية بدأوا يقفوا عند ضفة الترعة وبدأوا يفوقوا ويمسكوا دماغهم من الوجع. في اللحظة دي النداهة صرخت صرخة مرعبة هزت الأرض، والمية بتاعت الترعة بدأت تفور وتطلع لفوق وكأنها بركان. في الوقت ده أنا كنت فاكر إن انتصرت عليها، بس فجأة شاشة اللابتوب اتقلبت للون أحمر وظهرت رسالة مكتوبة على الشاشة، وهي: تم اختراق النظام، شكرا لتحديث البيانات. وبدأت أحس وقتها بسخونة شديدة من ورايا، فبدأت ألف بالراحة وأنا ببص ورايا، وشفت منظر خلاني اتجمدت في مكاني، لأن النداهة كانت جوه الأوضة وواقفة ورايا وبدأت تقرب مني أكتر، ووشها بدأ يبان، ووشها اللي كان مشوه ومش باين له ملامح، وبدأت تتكلم بصوتي وهي بتقول: شكرا يا عمرو، صوتك حلو قوي وهيكون القائد للضحية الجديدة. تاني يوم الشرطة دخلت للقرية ولقت القرية فاضية تماما ومفيش فيها بني آدم واحد. البيوت مفتوحة والأكل على الترابيزات بس مفيش حد. بس الحاجة الوحيدة اللي لقوها
هو اللابتوب بتاع عمرو. ولما فتحوا ملف الصوت الأخير سمعوا عمرو وهو بينادي على المشاهدين، وكان بيقول: السر تحت المية، تعالى